في كواليس ساخنة داخل النادي الأهلي، اشتعلت أزمة جديدة بين إمام عاشور وإدارة الفريق بعد طلب مفاجئ من اللاعب خلال الأيام الماضية. القصة بدأت عندما تقدم إمام عاشور بطلب غير رسمي يطلب فيه إعادة النظر في الغرامة المالية الموقعة عليه، والتي تقدر بنحو 1,500,000 جنيه. لكن المفاجأة كانت في رد سيد عبد الحفيظ الذي رفض الطلب بشكل قاطع، وأكد أن لوائح النادي لا تسمح بإلغاء العقوبات الفردية حتى لو فاز الفريق ببطولة الدوري. عبد الحفيظ أوضح للاعب رسالة واضحة: العقوبات الجماعية فقط هي التي يمكن مراجعتها أو رفعها، أما المخالفات الشخصية فتظل قائمة حتى تنفيذها بالكامل. المصادر داخل الأهلي أكدت أن القرار جاء للحفاظ على الانضباط، وخاصة في مرحلة حساسة من الموسم، حيث يستعد الفريق لمباريات حاسمة أمام بيراميدز والزمالك. الرسالة لم تكن موجهة لإمام عاشور وحده، بل كانت رسالة لكل لاعبي الأهلي، لا أحد فوق النظام ولا استثناءات داخل القلعة الحمراء. والسؤال الآن: هل تؤثر هذه الأزمة على تركيز اللاعب في المباريات القادمة، أم تكون بداية لعودة قوية وإثبات جديد داخل الملعب؟ في خطوة جديدة من إدارة النادي الأهلي لتعويض رحيل أليو ديانج، بدأت القلعة الحمراء التحرك بقوة لحسم صفقة لاعب جديد من الدوري التونسي، في صفقة يتم تجهيزها مبكراً قبل بداية الموسم القادم. المفاجأة أن الصفقة جاءت برعاية النجم التونسي السابق أنيس بوجلبان، الذي تواجد مؤخراً في القاهرة للمساعدة في ملف الصفقات واختيار العناصر المناسبة. ووفقاً لتقارير صحفية تونسية، دخل النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع اللاعب الإيفواري سيدريك جيبو، نجم فريق النجم الساحلي، والذي يجيد اللعب في مركزي 6 و8 في خط الوسط. الصفقة أصبحت قريبة جدا، خاصة أن عقد اللاعب مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يمنح الأهلي فرصة لضمه في صفقة انتقال حر دون دفع مقابل مادي. إدارة الأهلي ترى أن اللاعب يمثل حلاً مهماً لتعويض رحيل أليو ديانج، الذي اقترب من الانتقال إلى نادي فالنسيا الإسباني بنهاية الموسم. والأيام القادمة قد تشهد الإعلان الرسمي عن الصفقة في واحدة من أهم تدعيمات خط الوسط داخل النادي الأهلي استعداداً للموسم الجديد. في واحدة من أخطر الأزمات الكروية في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، اشتعلت الأحداث بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بعد قرار صادم بمنع سيد عبد الحفيظ من حضور جلسة الاستماع الخاصة بتسجيلات تقنية الفار. القصة بدأت بعد مباراة الأهلي والسيراميكا اللي شهدت جدلاً تحكيمياً كبيراً، ودفعت إدارة الأهلي للمطالبة رسمياً بسماع تسجيلات غرفة الفيديو. وبالفعل توجه وفد من النادي الأهلي إلى مقر اتحاد الكورة بقيادة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لحضور جلسة الاستماع المنتظرة. لكن المفاجأة كانت صادمة. اتحاد الكورة أبلغ الأهلي بعدم السماح لسيد عبد الحفيظ بحضور الجلسة بحجة إنه لا يمتلك الصفة الرسمية التي تخوله ذلك، وهو ما أثار غضباً كبيراً داخل النادي. الأهلي رد بشكل حاسم وأكد إن هذا القرار غير قانوني، ولا توجد لائحة تمنع حضور ممثل النادي الذي يختاره بنفسه. وتحول الموقف داخل مقر اتحاد الكورة إلى جدل حاد استمر قرابة ساعة كاملة قبل أن يغادر وفد الأهلي المكان دون عقد الجلسة. الأزمة لم تنتهي هنا، بل تصاعدت بشكل أكبر، حيث تدرس الإدارة اتخاذ خطوات رسمية جديدة للدفاع عن حقوق النادي وكشف حقيقة ما حدث داخل غرفة الفار. الرسالة أصبحت واضحة: الأهلي لن يتراجع، والتصعيد قد يستمر خلال الأيام القادمة. مفاجأة كبيرة بعد مباراة مصر وأسبانيا. مصطفى شوبير حارس الأهلي أصبح حديث الصحف الأوروبية بعد الأداء القوي الذي قدمه في اللقاء الأخير،
التقارير كشفت إن أكثر من نادي أسباني بدأ متابعة الحارس المصري عن قرب، خصوصاً بعد التصديات الحاسمة التي أنقذ بها منتخب مصر من أهداف مؤكدة. لكن المفاجأة إن الموضوع ما زال في مرحلة الاهتمام فقط، ولم يصل حتى الآن إلى عرض رسمي أو مفاوضات مباشرة. في المقابل، إدارة الأهلي بتتابع الموقف باهتمام، خاصة إن شوبير أصبح أحد أهم عناصر الفريق في الفترة الحالية. السؤال الآن، هل تكون هذه بداية احتراف مصطفى شوبير في أوروبا، ولا يستمر الحارس مع الأهلي ويصبح الحارس الأول لسنوات قادمة؟